اهلا وسهلا ومرحبتين وحياكم الله في قناة الليج السعودي. في هذا الفيديو راح اتكلم عن ساديو ماني، خليك معايا للاخير. ساديو ماني تألق في ليفربول، فشل في البوندسليغا والآن في دوري روشن مع النصر السعودي. ماني انتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى ليفربول الإنجليزي في عام 2016، وصك المهاجم السنغالي هناك 6 سنوات، لعب فيها 259 مباراة، سجل 120 هدف، صنع 48 هدف. بعد انتقال ليفاندوسكي لبرشلونة قرر بايرن ميونخ انه يدور له على بديل، ووقع الاختيار على ساديو ماني اللي كان سوبر ستار في ليفربول، وشكل ثلاثي هجومي مرعب ومدمر لكل الدفاعات مع النجم المصري محمد صلاح مع البرازيلي بورتو فيرمينو. انتقل ماني إلى بايرن ميونخ بعد ما رفض التجديد مع ليفربول بصفقة تقدر بحوالي 45 مليون يورو. يا عم النادي مشتريك تجي تبيعه. انتقل ماني من ليفربول الى بايرن ميونخ من هنا وتصب عليه المشاكل من هنا. طب مع ساني تلاسم مع المدرب نجلسمان، حتى ان الصحافه الالمانيه وصفته بتحريض اللعيبه في غرفه الملابس، وتجيه اصابه من هنا، حتى درجه تقييمه في سوق اللاعبين نزلت. يعني كان انتقال البايرن ميونخ غلطه وما تتكرر. طبعا الكلام ذا كله اللي حصل له في البوندسليغا غير صحيح. طبعا ماني لاعب خلوق جدا ومحترف، بس هم بالعربي يبغون يقشعونه. ماني لاعب حساس وهم ما عرفوا يتعاملوا معاه وكانوا يلعبونه في غير محله. المهم السوبر ستار ساديو ماني عندنا في دوري روشن مع النصر السعودي. طبعا ماني مرعب لاي خصم واي دفاع في العالم. يتميز ماني بالسرعه المذهله والمراوغات والقدره والذكاء الفني، تسجيله للاهداف في اللحظات الحاسمه، يخلص لك وينهي لك مباراه. افضل مكان يلعب فيه ماني هو الجناح والجهه اليسرى، يقص للنص ويشوت. الف مبروك للكره السعوديه بشكل عام والجماهير النصراويه بشكل خاص على هذه الصفقه. صفقه ايه سوبر ستار بيولع الدوري، يولع. شاركوني تعليقاتكم وش رايكم في ساديو ماني وهذه الصفقه السوبر ستار اللي هو لاعب ايه. اذا عجبك الفيديو اعطيني لايك واشترك في القناه. اشوفكم في الفيديو القادم.